عملت مع امهاتكم جاي مولع، الله يخرب بيتكم. ادي كده اهو، استر يا رب. صباح الفل يا رجاله. صباح الفل يا لوشة. لوشة، مع احترامي لاي حاجه ممكن اخد البت معايا عشان ما ينفعش تسمع كلام زي ده. يا ابو اسكندر، احنا نضحك على بعض. البنت بتمسك التليفون في البيت تتفرج على المحتوى بتاع الناس الكبيره، تتفرج على المحتوى بتاع الناس الصغيره، يبقى خلاص لازم تقعد تسمع. علي تعال. بقالك اسبوع بتمشي بمطوه. حصل؟ حصل. بتمشي بمطوه علشان خاطر انا بطلع في الفيديوهات برفع مطاوي. مش هطلع تاني بمطوه في الفيديوهات. يبقى انت لو شلت مطوه تاني هفرمك. خلاص؟ ارجع. تعالى يا دي عفريت انت وفاروق. انا كلمتك مرتين قبل كده وحذرتك، يبقى المره التالتة هكيفك. انت حدفت امك بالمخده عشان خاطر قالت لك ما تنزلش تحلق الحلاقه بتاعت لوشة. رحت انت حادفها بالمخده ونزلت حلقت من وراها. لا، امك قالت لك ما تحلقهاش يبقى ما تحلقهاش. لو هي قالت لك تحلقها تحلقها. هتفهم معايا؟ بكلمك بطريقتك اهو عشان دي التالتة. الام لا. انت عارف يا عملوش انا بحب قلتك زراعه وفي كل حاجه عملوش. لا، اسمع كلام امك واجري غير الحلاقه. ارجع. تعالى يا عم شيكا، تعالى يا عم مازن. بص العيال يا لوشة حاطه ايديها في جيوبها ازاي. شيل ايدك من جيبك يا عم انت. ايه يا عم شيكا؟ ايه يا عم مازن؟ انا بكلمكوا اهو بطريقتكم، كل واحد على قد سنه. انت 24 ساعة في الشارع وما بتسمعوش كلام امكم، ما بتقول لكم ما تنزلوش. مش هيحصل الكلام ده تاني، ومش هتنزلوا الشارع تاني. ها، مش بتحبوا لوشة؟ بحبك يا عملوش مش هنزل الشارع تاني. بايدك؟ ماشي. اهو انت يا عم مازن، رايك ايه؟ ليه انت تقول عليا يا عملوش؟ ماشي، روح على الصف. البونبونايه بقى. انت مزعله ماما ليه؟ ينفع ما تناميش بدري عشان بتتخانقي معاها وتزعقي لها تقولي لها انا عايزه اتفرج على فيديوهات لوشة؟ مش لازم تنامي بدري عشان الحضانه الصبح. عشان خاطري هننام بدري. البونبونايه بقى. حاضر يا عملوش. يلا اتكلوا على الله. اسمع يا ابن الكلب، انا خلاص كان فاضل لي فيست ثانيه واتجنن منك. اهو هو ده اللي هيجيب لي حقي. انا خلاص ما بقتش قادر عليك ولا على خلاص يا عم التربية. خالد، خلاص. جنني يا حملوش. خلاص هموت جنني. يابا اسمع كلام ابوك وامك واجري روح غير الحلاقه. يلا. حاضر يا عملوش، خلاص هغيرها يا عملوش. امشي. الواد ده قال 48 ساعة وجاي وما جاش. تفتكر دماغه فيها ايه؟ ليه ما اتفقش مع صاحب الأرض على مراديته؟ كله بيمشي ويروح، المفروض كلنا نقعد في الأرض، ممكن يكون بينيمنا. ربنا يستر بقى يا عم جودي. استر يا رب اللي عندك. الو
اسمع. انت اللي هتقول. بداية الكلام، لو دماغك سوحتك انك تيجي معايا في نوش، واللي يعز ويذل نفرجك على حاجة عمرك ما شفتها. دارك. وانت نايمتنا وجيت؟ احنا تعبنا في الارض دي وهنموت فيها. يبقى هتموت. بعد اذن اخواتي الصغيرين، ما ينفعش اجي عليكم. يلا. هتدوس على وشك. خلص الكلام. انت يرضيك اللي بعد تعبي في الارض ده كله ما يطلعليش اي مصلحه؟ هم باعوها ب 2 مليون جنيه. عشان اعرفك اللي انا ثابت على مبدأ. ابو اسكندر، في اصول هنقولها دلوقتي. انا جيت قلت المره اللي فاتت هترضي بحكم. في كلام في الحوار ده؟ لا. هيترضوا ب 100,000 جنيه من ال 2 مليون جنيه. ده كلامي وده حكم. امين؟ الكلب يا اسطى. اكيد انت عارف من مكان الدعاوى والعنوان بتاع المكتب. تعالى لي بكره خد ال 100,000. برضه يا جوده؟ مرضى معلم. كولي بتشتم بسببك. خير، افتح. ابو اسكندر عم تايسون. خلينا نخش. يا اسكندر. عم تايسون، اتفضل. انت واقف ليه؟ اقعد. يا عم تايسون. يا ابو اسكندر. بص يا لوشا، انا عارف ان جوده تعبك، وعشان خاطري تقف مع عم تايسون وبنته. لله لله. يا لوشا، جودة بعد الانفصال عن بنتي عايز ياخد العفش. يا ابو اسكندر، وده برميل ماشي على الارض، دماغه ما بيفهمش، هخسره والله. وعلى العموم يا عم تايسون انا هكلمه لك دلوقتي. ايه يا جودة؟ بص انا مع اني زعلان منك من المره اللي فاتت، بس انت اخويا. جودة انا عارف ان الموضوع ده موضوع نسب. انا عم تايسون عندي هنا وابو اسكندر عايزني اخش في الموضوع امين، مش عايزني يقول لي دلوقتي. بس هتيجي فرداني، ومش عايز دماغك التعبانه دي، عايزين نحل. ها؟ وانا مستنيك. يلا. واحد بيقول يا لوشا. ايه رايك في الدخله؟ بديناها اهو عشان بس تعرفوا. انا معاك اهو يا اخونا لوشا. بص يا سفاح، انت عارف انت اخويا بره اي كلام. خلي بالك يا اسطى، انا اتصلت بيك قلت لك تعالى فرداني مع احترامي لاخويا، عشان ده موضوع ايه؟ في نسب وفي بنت ناس. انت برضو بتحطني في قصص على بوره، برضو مصمم. بس عادي. امشيه يعني يا لوشا؟ لا ما تمشيهوش، انت هتحطني في غلط. خلاص. بص يا جوده، دلوقتي انت كنت متجوز واحده بنت ناس، خرجتوا بالمعروف، طلقتها، ما حصلش بينكم نصيب، تاخد حاجتها يا اسطى. طالما انت اللي مخلص وانت اللي عايز تطلق، عارف حتى هي لو هي اللي سايباك تاخد حاجتها، ده حق ربنا. وانت قلت لي اقعد في القعده، هتقعد ترغي وتقعد تقول لي مش عارف ايه، براحتك. ها يا ابو اسكندر، ايه اللي يرضيك انت وعم تايسون؟ اللي يرضي عم حسني وبنته يرضيني. وانا اللي يرضيني اخد حاجة بنتي وكل واحد يروح لحاله. ها ايه رايك في الكلام ده يا جوده؟ بص يا عم لوشا، انا هديهم الحاجه بس بعد كده انت مالكش فيه. هات واحده يا جوده.
هو ايه اللي ماليش فيه؟ انت دخلت دخله وعديتها بهزار، وجاي واحد قاعد في وسط الناس الغريبه قاعد بتاكل. هفهمك غلط، هتشوفني هشوفك، مش هتشوفني ورب اللي خلق الكون ما هعتمدك. انت شايف كده؟ ماشي. انا هاخد الحاجه من الشقه والناس دي تخصني. ابو اسكندر خسرت يا عم تايسون. معلش يا لوشة.